هلو هلو، تعالوا نعمل مع بعض احلى مكرونه مبكبكه. بس النهارده انا هعملها صيامي من غير لحمه ولا فراخ. بس بجد هتاخدي مكرونه سواها مظبوط جدا وعمرها ما هتعجن معاكي، والتوابل خرافيه، ميكس كده توابل يجنن مع بعض. وبجد طعمها كان حلو قوي من غير مكونات بقى خزعبليه. احنا هنعمل حاجه كده من اللي موجوده عندنا في البيت. بس هقولك على نصيحتي، المكرونه المبكبكه لازم تقدم سخنه جدا، اوعي تعمليها وتسخنيها هتغيري شكلها وطعمها خالص. لازم تبقى سخنة جدا. في حلة بقى عندك هنزل ب6 كوبايات مية مغلية من بتوع الشاي، وبعدين هحط عليهم 3 مكعبات مرقة دجاج او خضروات، اختاري اللي انتي بتحبيه. هنحط بقى كزبرة ناشفة، توم باودر، بصل باودر، بابريكا وفلفل اسود. هننزل بيهم على الحلة بتاعتي ونقلبهم كويس مع بعض لحد ما مكعبات المرقة تدوب معايا. انا هنا المقادير بتاعتي بتاعت كيس مكرونة واحد 450 جرام. طبعا انتي لو عايزة تعملي كمية اكبر بتضاعفي كل المقادير، بتضاعفي المية، وكمان بتحطي 3 مكعبات مرقة لكل كيس مكرونة، عشان المرقة دي هي اللي هتدي طعم للشوربة بتاعتي اللي هسوي فيها المكرونة. ما تقلقيش خالص من الملح لان احنا مش هنحط ملح. هنحط بقى 3 معالق صلصة لكيس برضو المكرونة الواحد. وطالما بقى هنحط صلصة لازم كمان نحط عليهم معلقة سكر عشان الحموضة بتاعة الصلصة. عايزة اقولك بقى، لو اول مرة تشوفيني لو سمحتي روحي اعملي اشتراك للقناة بتاعتي ودعميني بلايك وشير لو الفيديو عجبك، وكمان سيبيلي كومنت حلو، بنبسط جدا بكلامكم معايا. بعد ما حطيت السكر هدوب بقى كل ده مع بعض، وكمان هسيبهم يغلوا على النار حوالي دقيقة دقيقتين لحد ما كل التوابل كده تمتزج مع بعض وتاخد من طعم بعض. وهنا بقى حطيت 3 معالق زيت زيتون. المبكبكة لازم زيت زيتون لان هو اللي بيفرق في طعمها جدا. بس هقولك لو انتي ما عندكيش استخدمي زيت نباتي، بس يعني حطي زيت الزيتون فعلا بيفرق جدا في طعمها. وهغطي عليهم بقى واسيبهم دقيقتين 3 ياخدوا كده من طعم بعض، عشان نرجع بعد كده ونحط المكرونة بتاعتنا. بعد ما غلوا هنا عندي زي ما انتي شايفة نزلت بكيس مكرونة، انا جايبة نوع عادي جدا عشان اوريك ان هي مش هتعجن وهتستوي كويس جدا، عشان دي الشكوى الرسمية للمكرونة المبكبكة. بس انتي لما بتحطي المقادير مظبوطة والمية مظبوطة بتطلع معاكي حلوة جدا. بعد كده هقلب بقى المكرونة. بصوا اهم حاجة ان احنا كل شوية هنعري الغطا ونديها تقليبة عشان ما تلزقش في قعر الحلة. وطبعا هغير قاعدتي ان انا ما بحبش الشطة، بس لازم تحطوا لها فلفل حراق، المبكبكة لازم تكون حراقة جدا. وهنا بعد ما استوت قعدت حوالي تلت ساعة على النار، على نار متوسطة. هنقدمها، بصوا المكرونة مفلفلة مستوية مش معجنة خالص. عايزة اقول لكم التوابل بتاعتها حلوة ومظبوطة، وصفة بقى اقتصادية وكمان صيامي زي ما طلبتوا مني على القناة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة وقدرت افيدكم. انا عارفة ان المبكبكة بتتقدم باللحمة وهي في بلدها بتتعمل باللحمة، بس انا قررت اعملها صيامي معاكم كنوع من انواع التغيير. بس قريب جدا هعملها معاكم باللحمة وبالفراخ كمان.